في اعتقادي دايما ان اي حاجه بتتحط في الطواجن بتبقى مميزه جدا ايا كانت هي ايه، سواء في خطفه العين الاولى او في طريقه التقديم اللي مفيش اجمل ولا اشيك من كده، او في الطعم اللي بتاخده في حته تانية خالص. عشان كده لو جربتوا طواجن البسبوسه بالقشطه بتاعتي المعتمده بطريقتي البسيطه والسهله هتنبهروا من جمالها. ولو نفسكم في حاجه حلوه سريعه بالليل او جاي عندكم ضيوف هتقوموا تعملوها على طول. هنحضر القشطه كوبايتين من الحليب، عليهم معلقتين كبار هرميين من النشا، لو حابين نضيف معلقتين من السكر تمام، بس انا بكتفي بسكر الشربات. وهقلب كويس وهرفع على النار لحد ما تبدا تتقل كده، هطفي النار واضيف معلقه قشطه لغناوه الطعم، اختياري جدا، لو مش عندي هستغنى عنها. وهقلبها لحد ما تدوب تماما ويكون القوام عندي كريمي بالشكل ده. هغطيها بكيس بلاستيك بس عشان الوش ما ينشفش لحد ما نحضر البسبوسه بتاعتنا. معايا 2 بيضه من التلاجة او بدرجه حراره الغرفه مش هتفرق، ومعايا تلت كوبايه من السكر الحبيبات. هنزل بيهم في طبق نضيف على بعض واقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب، وما ننساش الفانيليا طبعا باودر او سايله مش هتفرق، والخليط يفتحها عندي بالشكل ده. المواد الدهنيه بتاعتي ممكن احط نص كوبايه من السمنه بس، نص كوبايه من السمنه على الزيت، وممكن كمان نص كوبايه من الزيت بس. طبعا هي كوبايه واحده اللي بعاير بيها كل المكونات، واختياري عندي جدا في المكون ده كوبايه من الزبادي او علبه من القشطه حسب المتوفر عندي، واضيفها على الخليط واقلب كويس جدا. اول ما كل حاجه هتمتزج مع بعض هحضر المواد الجافه، كوبايه وربع من السميد خشن او ناعم او وسط حسب المتوفر عندنا، ربع كوبايه من جوز الهند، معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، وهقلب كل حاجه مع بعضها كده لحد ما اوصل لقوام خليط البسبوسه اللي انا شايفاه ده. هحضر الطواجن بتاعتي بقى، واقدر طبعا اعمل في بايركس لو مش متوفر عندي طاجن. هضيف تحت عندي الاول شويه من خليط البسبوسه بالطريقه دي، وناخد بالنا ان احنا لسه البسبوسه هتعلى شويه، مش زي البسبوسه العاديه، لا بتاخد سمك اعلى شويه في الفرن. وهبتدي اوزع عليها القشطه اللي احنا لسه عاملينها. مش بحرك القشطه يعني، مش بوزعها كده، لا انا بوزعها قطع، يعني بحطها شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، وبعدين هوزع بنفس الطريقه شويه من خليط البسبوسه علشان يفضلوا بس واخدين الشكل بتاعهم وما يدخلوش على بعض، لان كل حاجه سايله. اختياري جدا رشه مكسرات وممكن استغنى عنها. عملت طواجن كمان صغيره علشان تشوفوا الطواجن العائليه والطواجن الصغيره. فرن متسخن على درجه حراره 180، الرف اللي في النص. اول ما بلاقي الاطراف عندي بدات تتحمر بشغل الشوايه عشان المكسرات تتحمر وتاخد لون من فوق. شربات خفيف، نص كوبايه من السكر، عليها كوبايه من الميه وعصره ليمون. هرفعهم يجلوا على النار، واول ما البسبوسه بتطلع من الفرن ببدأ أسقيها بالشربات وهو لسه بيجلي وسخن مولع من على النار، يعني البسبوسة بتكون سخنة والشربات بيكون سخن. وطبعا عشان الطواجن كبيرة وتقيلة فبتاخد وقت في شرب الشربات بتاعها، بغطي بأطباق كده عشان تشرب الشربات كويس جدا والوش يطرى معايا. بعد 5 دقايق بشيل الأطباق بتاعتي والبسبوسة بتكون شربت الشربات بتاعها وبتكون بالطراوة والجمال ده غير لونها المظبوط قوي. وتعالوا اتفرجوا على جمال الطواجن من جوه والطبقات بتاعتها. الطروف متحمرة كويس ومستوية كويس جدا، واخده لون مظبوط قوي من تحت، والقشطه دايبه دوب. نقدر نقدمها كطاجن فردي كده، والطواجن العائليه نقدر نقطع منها ونقدمها في اطباق. وعلى فكره الطواجن كانت لسه سخنه مولعه، بس انا شايفه ان دي حلاوتها، يعني كل الاطعم كده تناغمت مع بعضها والسكر بتاعها مظبوط قوي على الشعر. انا كده خلصت طواجن البسبوسه بتاعتي النهارده خلاص، متاكده من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوا، وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.